يعني لمّا تكوني كده عايزة تفرّحي أولادِك وتعملي لهم حاجة حلوة سريعة في البيت، وكمان أحسن بكتير من اللي إحنا بنشتريها من برّه، يعني هتعملي من كوباية دقيق واحدة بس هتعملي جاتوه الخلاط الاقتصادي، بجد جميل جدًا وطعمه مميز أوي وقريب جدًا من اللي إحنا بنشتريه من برّه، يعني لو حسبتها كده بالورقة والقلم هيطلع أوفر بكتير من اللي إحنا بنشتريه من برّه. وطبعًا عشان الموضوع يبقى سهل معانا هنشتغل في الخلاط، فأول حاجة كده هنضيفها كوباية من السكر، وهنضيف كوباية من الحليب. عايزة أقول لكم إن لازم إن كل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني بنطلّع الحليب من التلاجة شوية ونسيبه كده لحد ما يكون بدرجة حرارة الغرفة، وهنضيف كمان كوباية من الزيت، وهنضيف بقى كيس من الكريم كراميل. طبعًا عارفين كلنا علبة الكريم كراميل دي بنشتريها من السوبر ماركت بيبقى فيها كيس بودر وكيس كراميل، إحنا دلوقتي هنستخدم البودر، بناخد كده الكيس البودر ونبدأ نضيفه على بقية المكونات. كيس البودر ده بيعملوا تقريبًا حوالي كده 3 معالق كبار من بودرة الكراميل، هناخدهم بقى كده زي ما هُم في الخلاط، ولازم نخلطهم كويس جدًا في الخلاط بحيث إن السكر يدوب معانا، وكمان إن تبقى المكونات عاملة معايا كده زي الكريمة. هناخد بقى من الخلطة دي كوباية، وهناخد بقى الكوباية دي اللي إحنا هنزين بيها في الآخر، هناخدها ندخّلها الفريزر شوية لحد ما نخلّص بقية المكونات بتاعتنا. طبعًا بقى بقية الكمية اللي كانت موجودة في الخلاط هنضيف عليها شوية إضافات صغيرة جدًا، فهنضيف عليها 2 بيضة ولازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. خدوا بالكم لازم كل المكونات هاقولها للمرّة التانية تكون بدرجة حرارة الغرفة، وهنضيف كده فانيليا، تقدري تضيفي فانيليا سايلة، فانيليا بودرة، طبعًا المتوفر عندِك، وهنضيف كمان معلقة كبيرة من الخل علشان نضيّع الزفارة بتاعة البيض، وعايزة أقول لكم كمان الخل بيدّي هشاشة حلوة أوي للكيك. هنقلّب طبعًا المكونات في الخلاط، وعايزة أقول لكم اضربوهم يعني شوية حلوين في الخلاط، بحيث إن البيض يعمل كده زي فوم، يعني زي وِش كده. الحاجات دي بتخلّي كلّها أو بتساعد إن الكيكة في الآخر تطلع معايا مضبوطة جدًا. هنجيب بقى دلوقتي كوباية من الدقيق، هنا استخدمت كوباية واحدة من الدقيق، وهاضيف عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر يعني اللي هو الكيس اللي إحنا بنشتريه من برّه، وكمان معلقة كبيرة من النشا. النشا هنا فايدته إن هو بيخلّي الكيك زي أو قوامه زي الكيك الإسفنجي اللي إحنا بنشتريه يعني من برّه. طبعًا لازم ننخل المكونات الجافة، وكل الملحوظات اللي أنا باقولها لكم دي بتساعد إن الكيك في الآخر يطلع معايا هش ومرتفع، وكمان يكون مضبوط معانا. هنحط بقى المكونات الجافة على المكونات السايلة وهنقلبهم باتجاه واحد، ضروري الخلط يكون باتجاه واحد علشان نحافظ على هشاشة الكيك في الآخر. طبعًا بعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده، لو أنتِ هنا حابة تخلّي كمية الدقيق كوباية وربع من الدقيق ما فيش مشكلة خالص، بس أنا بالنسبة لي كانت كوباية مضبوطة جدًا. عندنا بقى الصينية الوسط في ال3 صواني اللي هم اللي بيبقوا بالحجم ده أو بالشكل ده، الصينية الوسط اللي فيهم هناخدها وندهنها بالزيت كويس، بس أنا حطيت فيها ورق زبدة ورجعت دهنت ورق الزبدة بالزيت علشان أنا عايزة أقلب الصينية، بس أنتِ لو مش هتقلبيها كفاية إن أنتِ تدهني بس بالزيت. هنحط بقى خليط الكيك وهنخبطه على الرخامة مرتين 3، وبعد كده بقى هنكون مولعين الفرن، الفرن لازم يكون سخن على درجة حرارة 180. هناخد بقى الصينية دي هنحطها في الرف الأوسط، ما بتكمّلش 20 دقيقة وبتكون استوت معانا وزي الفل. طبعًا هي الكيكة مش حاطين فيها كمية دقيق كتيرة، فعلشان كده ما بتاخدش وقت في التسوية. هنسيبها تبرد تمامًا، تبقى باردة جدًا، وبعد كده هنقلبها، وطبعًا زي ما أنتم شايفين ما شاء الله واخدة لون من تحت جميل أوي. أنا هنا قلبتها علشان أنا عايزة أرجّعها تاني الصينية علشان عايزة اللي هو الجزء اللي تحت يكون ظاهر فوق علشان تكون أو عشان يكون في الآخر الجاتوه متساوي معانا. تعالوا بقى كده نرجع للكريمة اللي إحنا هنعملها، فجِبت هنا نُص كوباية من الكريم شانتيه الخام، تمام، هاضيف عليهم طبعًا فاكرين بقى خلطة الكراميل اللي إحنا كنا حاطيناها في الفريزر، هنبدأ نضيفها بالتدريج. بُصّي، لو أنتِ مش عندِك كريم شانتيه وعايزة تعمليها اقتصادية أوي، كفاية الخلطة بتاعة الكراميل اللي إحنا كنا حاطينها في الفريزر تزيّني بيها الكيك، بس أنا هنا حبيت بس إن أنا أعملها زي بتاعة برّه بالضبط، فضِفت عليها نُص كوباية من الكريم شانتيه الخام، وضِفت كمان خلطة الكراميل بالتدريج، وضِفت عليهم ربع كوباية مَيّة مثلجة، وقلّبتهم مع بعض لحد ما الكريمة كانت كريمية معايا بالشكل اللي أنتم شايفينه. ولو وصلتِ بقى معايا في الفيديو لحد دلوقتي يا ريت بس ننزل تحت في الكومنتات نصلّي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه. طبعًا ما شاء الله شايفين الكريمة حلوة جدًا وبقت أو هو ده القوام اللي إحنا عايزينه في الكريمة. هناخد بقى الكريمة كده زي ما هي وهنبدأ نضيفها على الكيك، وأهم حاجة لازم نسويها ونوزّعها يعني على
على الكيك بالشكل اللي انتوا شايفينه. وزي ما قلت لك التزيين ده اختياري على حسب ما انت عايزه، حابه تضيفي نص كوبايه كريم شانتيه اللي انا قلت لك عليها تضيفيها، حابه بس انك انت تعمليها بكوبايه الكريمه اللي احنا كنا حاطيناها في الفريزر وتستغني عن خطوه الكريم شانتيه، طبعا دي ترجع لك في الاخر. زي ما انتوا شايفين ان احنا هنا بنساوي الكريمه. وطبعا بقى فاكرين كيس الكراميل اللي بيجي مع علبه الكريم كراميل اللي احنا كنا خدنا منها يعني كيس البودره، كيس الكراميل ده هنبدا نوزعه كده على شكل خيوط او شكل يعني عشوائي. وبعد كده بقى بنجيب العود الخشبي ونبدا نحركه كده ايه من فوق ومن تحت من كل الاتجاهات، بحيث ان هو يعمل لنا اشكال على الكراميل ويديني يعني شكل وشكله يعني يكون في الاخر حلو. هنا بقى تقدري تقطعي الجاتوه ده على طول، او تاخديه كده الصينيه تدخليها التلاجة حوالي بس نص ساعه بحيث ان الكريمه تتماسك معانا شويه. طبعا دخلت الجاتوه ده التلاجة حوالي نص ساعه، وبعد كده طلعته من التلاجة هقطعه. تقدري طبعا تقطعيه ل 12 قطعه 14 قطعه، تقدري تقطعيه ل 10 قطع بس على حسب ما انت عايزه. ما شاء الله انا هنا تقريبا قطعته لحوالي 10 قطع او تقريبا بس كان ما شاء الله القطعه كبيره، يعني انا لو كنت قطعته ل 12 قطعه كان هيكون افضل من كده. طبعا هنزينه بقى، يعني انا مش هسيبه بالشكل ده، انا قلت ازينه يعني بشويه حاجات كده بسيطه موجوده عندي. وطبعا تقدري طبعا انك انت تقدميه بالشكل ده، بس انا حبيت ان انا ازينه بشويه اضافات عندي. وطبعا التزيين اختياري، بس عايزه برضه اقول لك لو وصلت معايا في الفيديو لحد دلوقتي يا ريت بس ما نبخلش على الفيديو بلايك وكمان تعليق حلو منكم، وكمان تقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. طبعا هنا زينت الجاتوه بقطع شوكولاته، وكمان جبت شويه كده من الفرماسيل حطيتهم، وكان عندي كده من رمضان يعني بندق متوفر عندي بدأت برضو أضيفه. عندك فول سوداني حطيه هيمشي الحال. عندك كمان كده قطع من الفرماسيل حلوة جدا، أنا هنا ضفت فرماسيل ألوان وفرماسيل شوكولاتة، اللي متوفر عندك هتقدري طبعا تضيفيه وتزيني بيه الجاتوه. أنا بس حبيت إن هما قطعة الجاتوه تكون قدامهم كده شبه اللي احنا بنشتريها من بره، وعايزة أقول لكم والله بجد طعمها حلو قوي. وطبعا حاجة سهلة سريعة ما بتاخدش وقت، يعني بتدخلي المطبخ بتكوني أنجزتيها في أقل وقت. عايزة بقى أقول لكم الكيك هش جدا جدا جدا، طعمه بجد زي الجاتوه اللي احنا بنشتريه من بره. ضيفي بس انت معلقة النشا بتخلي الكيك نفسه زي الكيك الاسفنجي بالظبط. وكمان الكيك زي ما انتم شايفين طري هش مرتفع، حاجة كده سهلة بسيطة ما بتاخدش معاكي أي وقت خالص. بجد تحلية سريعة تقومي تعمليها وتجهزيها لأولادك وهيبقى عندك أحلى جاتوه اقتصادي. وكنت كمان عايزة كده أسألكم يعني برأيكم أفضل ميعاد إن أنا أنزل فيه الفيديوهات الأيام الجاية إيه، الصبح ولا بالليل؟ لأن بصراحة بقيت محتارة جدا في تنزيل أو في ميعاد تنزيل الفيديوهات. طبعا بس سيبولي طبعا آرائكم تحت في الكومنتات. يلا بقى قدموها بألف هنا وشفا، ولايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين إيديكم، وبألف هنا وشفا، وباي باي.